السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنعرض عليكم أشخاص ماتوا من كثرة الضحك. خرسيب سو، وكان خرسيب سو فيلسوف يوناني إغريقي ولد في كيليكيا عام 279 قبل الميلاد، وتوفق في المنطق والفيزياء ونظريات المعرفة، ولكنه توفي في سنة 73 بطريقة غريبة للغاية، حيث كان يراقب حمار يأكل بعض التين، فسخر منه وطلب من خدمه تقديم الخمر له حتى يغسل بطنه من التين، وأصابته نوبة ضحك ومات على الفور. مارتن الأول ملك أروبون. مارتن الأول ملك كان ملكا لكل من فالنسيا وأراغون وسردينيا وكوريستيا وصقلية. ولد عام 1396 وحكم منذ 1405 حتى وفاته، وتوفي مارتن الأول بسبب الهضم والضحك الذي لم يستطع السيطرة عليه، حتى كان يعاني من حصر الهضم بعد تناول أوزان كاملة، وعندما دخل عليه مهرج ظل يضحك بطريقة هستيرية حتى مات. بيترو أريتونو. بيترو أريتونو هو شاعر وكاتب إيطالي من أبرز أدباء عصر النهضة، وعرف بهجائه اللاذع لأصحاب السلطة وأعماله الساخرة الرائعة، حيث سخر من سياسيين وشخصيات دينية قوية. توفي في القرن الخامس عشر عندما كان عمره 64 عاما، اختناقا من شدة الضحك. توماس أرثر هارت. كان السير توماس أرثر هارت مؤلف ومترجم اسكندنافي، عاش في القرن السابع عشر، وقد نشر العديد من الأعمال الأدبية، ولكن تم القبض عليه في معركة وورشستر، وأفرج عنه بعد فترة وجيزة، ولا نعرف الكثير عن حياته بعد عودته إلى الوطن، ولكن يشاع أنه مات